السلام عليكم. رمضان إذا خير ليش نفرح من يخلص ونعيد؟ أو صدق ليش؟ وهو العيد أصلا ليش اسمه عيد؟ هم عود ليش؟ تعالوا وياي أنا عندي الجواب. يطلق العيد على كل يوم يجمع الناس العامة، وأصلا من العود لأنه يعود كل عام ويتكرر. قبل أيضا كان يطلق على هذا اليوم بيوم الفرح والسرور، وكانت الأعياد متداولة بين الأمم السابقة، فقد قال الله عز وجل وهو يذكر تحاور السحرة مع فرعون، يعني الحوارية المذكورة، ذكر كلمة وهو قال موعدكم يوم الزينة. هذا المقصود بيوم الزينة بهذه الحوارية اللي وردت في القرآن الكريم هو يوم العيد. فيوم العيد هو يوم الاجتماع العام الشامل، يوم العيد يوم الاجتماع ورمز الوحدة. الإسلام ينظر إلى الأعياد بنظرة متميزة، فيرى أن العيد فرصة للاجتماع الإيماني الكبير بهدف ذكر الله وإحياء السنن والتوجه إليه بالدعاء والابتهال إليه. فعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال أنه إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ويبرزون لله عز وجل فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد ويوم اجتماع ويوم فطر ويوم زكاة ويوم رغبة ويوم تضرع، لأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب، لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان، فأحبه الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك مجتمع يحمدونه فيه ويقدسونه. ولقد صرح الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأن يوم العيد هو يوم الذكر والدعاء في خطبته التي أوردها في يوم الجمعة باعتباره يوم عيد، قائلا: ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم، ولقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره، فلتعظم رغبتكم فيه ولتخلص نيتكم. وذكر أن هذا اليوم هو ورد للرحمة والغفران وأيضا استجابة الدعاء. فيوم العيد هو يوم للتضرع لله سبحانه وتعالى، وليس يوم أن يمارس به الإنسان لا سامح الله أن يعود إلى موبقاته وإلى المعاصي. لابد أن نتضرع في يوم العيد لله سبحانه وتعالى. كل عام وأنتم بألف خير، عيد فطر مبارك، وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والبركة. في أمان الله.